بالنسبة للناس اللي بتجيب قشر البيت وتطحنه بالنسبة عشان كمية الكالسيوم عالية وكده تمام. بص هو عموما يعني انا اصلا خريج زراعة ازهر، حلو الكلام. ف يعني بص، قشر البيت فيه كالسيوم، فيه كالسيوم وكالسيوم عالي جدا، لكن تطحن القشر وتاكله، يعني انا نفسي بفكر فيها، لا مش كويسه يا عم. هات لك كالسيوم من الصيدليه لو انت ما بتاخدش الكالسيوم بتاعك تمام. وبعدين معلش احنا يعني معظم الاكل اللي بناكله فيه كالسيوم يعني خلاص حبكت على قش البيض. انت بتقول لي بالنسبه للناس، انا ماليش دعوه بالناس دي يا عم، انا مش هاكله ولا هعمل كده ولا هنصح بيه. قلت لي انا نظامي بوش بول ليج وراحه، وبوش بول ليج ايه، وبوش بول كتف دراع رجل راحه. انت كده عامل لود جدا على الكتف، يعني مفصل الكتف يعني طلعان عينه وقفران معانا. انت كده يعني انت لعبت يوم البوش ويوم البول، حلو. يوم الرجل ارتاح، بعد كده ريحت يوم، بعد كده رجعت لعبت بوش كويس كده الكتف اشتغل. يوم البول برضه اشتغل كويس، بعد كده لعبت كتف كامل. ما هو الكتف مش هيستحمل الكلام ده. لو كتفك كويس ومفصل كتفك ما بيعانيش تمام، ما عنديش اي مشكله. لكن اعتقد ان انت كده محمل على على الكتف. ما هو عشان عضله الكتف عندي مش قوي، لا ما هو مش قوي، يبقى كنسل البوش بول ليج والعب كل عضله لوحدها. فهمتني؟ ممكن تلعب بنظام ارنولد، تلعب بنش وظهر سوا، وتلعب الكتف مع دراع ويوم للرجل، فكده انت هتعيد الكتف مرتين. لكن بوش بول ورجل وبعد كده تاخد كتف ودراع معاه، انت كده بتحمل جدا على مفصل الكتف. لا، ما انصحكش بده. انت بس ممكن تلعب الكتف مرتين في الاسبوع، وحاول تبدا بيه، وخده في النص، وخده بعد راحه دايما عشان يقدر يشيل معاك. كل سنة وأنا بتمرن بقالي فترة، هل هرجع أشيل نفس الأوزان تاني ولا الموضوع هياخد وقت؟ بص هو في حاجة عندنا طبعا اسمها الذاكرة العضلية. الموضوع دوت بيكون قايم أنت اتمرنت فترة قد إيه، ده اللي بيطور عندك وبينمي عندك الذاكرة العضلية بتاعتك. فأنت إن شاء الله هترد بسرعة. طيب إيه تاني حاجة؟ ده أول عامل. أول عامل الفترة اللي أنت اتمرنت فيها كانت قد إيه؟ ما أنت ممكن تكون اتمرنت شهرين بس، ممكن تكون اتمرنت أربعة، ممكن تكون اتمرنت سنة. ف... او الفتره اللي انت اتمرنتها هو ده اللي هيحافظ لك على الذاكره العضله دي وهيطورها لك وينميها لك. طيب تاني حاجه، البروجرام اللي انت ماشي عليه، البلان اللي انت ماشي عليه، ايا كان خطتك، لو الخطه بتاعتك انت بتمشي على اكل كويس واكل مظبوط، هتلاقي الدنيا بتتطور معاك بسرعه. لو مشيت على بلان في التمرين بتاعك هتتطور برضه بسرعه. وخلي بالك برضو احنا مش عايزين نحط دايما حته الاوزان هي الهدف. انا مش راح اشيل اوزان، انت مش راجل باور ليفتر. لو انت باور ليفتر ركز في الاوزان، لكن لو انت رايح لمجرد انك تعمل جسم كويس، لا، يبقى ركز في انك تاكل كويس وتتمرن كويس، وتتمرن العدد المطلوب منك بالاوزان اللي تقدر عليها، وتلعب تتمرن صح. لكن بالنسبه هترد بسرعه، طبعا هترد بسرعه وهترد بسرعه جدا كمان. بالنسبه للدراع عادي. الدراع كده كده هي عضله صغيره، وتقدر تاخدها كل يوم تقريبا، يعني يوم باي يوم تراي، يوم باي يوم تراي، عادي جدا لان الريكفري بتاعها سريع جدا. فلا الدراع عادي، ومش من العضلات اللي واقفين عليها قوي زي الكتف. يعني الكتف لو وحش عندك انت هتبقى وحش في البنش، وهتبقى وحش في الظهر كمان، تمام. وهتبقى طبعا اكيد وحش في تمرينة الكتف. لكن الدراع، هو الدراع بيبقى شغال. يعني عايز اقول لك ان في ناس كتير ما بتعملش يوم للدراع اصلا نهائي طول عمرها، هي مقسماه مع البنش ومع الظهر وبس. فلا قشطه، الدراع مش هيحتاج يوم الا اذا انت حسيت ان دراعك بدأ يتأثر بالسنة. عندي رجل يبقى بكرة راحة ولا عادي؟ ممكن تريح بعد الرجل بس تكون كملت 5 أيام. فهمتكم قبل كده إن الماكسيموم في التمرين 5 أيام. أيا كان نوع البروجرام اللي أنت ماشي عليه، الماكسيموم بتاع 5 أيام. لو أنت كملت 5 أيام ريح اليوم السادس. تبقى مظبطه راحتها بعد الرجل دايما، يعني اللي هو انا ماليش دعوه انا لعبت امبارح، ماليش دعوه انا لعبت النهارده، انا المهم عندي لعبت رجلي بريح. فشوف البروجرام بتاعك. لكن عادي تريح ولا لا؟ طبعا عادي لو انت متمرن 5 ايام او 3 ايام او 4 ايام. خلي بالك الراحه ملهاش يوم معين، الراحه بتبقى محتاجينها. الماكسيموم بتاع التمرين 5. اليوم السادس ما ينفعش اتمرن يوم سادس، ما ينفعش، غير مقبول.
الاحسن بوش بول ليج ولا ارنولد سبليت ولا عضله كل يوم؟ والله يعني انا حتى كنت عامل فيديو عن الموضوع بوش بول ليج ده، ان انت لو انت مضغوط ما عندكش وقت مش هتقدر تيجي كل يوم الجيم، ممكن تلعب بوش بول ليج. طب لا، انا اقدر اجي كل يوم وهقدر كمان اكل كويس، يبقى ممكن تلعب بوش بول ليج. طب ارنولد سبليت، ارنولد سبليت هي تمرينه قاسيه حبتين، انت هتاخد بنش وباي سوا، انت مستوعب انك هتاخد بنش وظهر في يوم، تاخد كتف ودراع في يوم. فلا الموضوع ده يعني متطور شويه. عضله كل يوم، بصراحه انا اللي بفضل عضله كل يوم. بحس ان بدل عضله حقها. بس بص والله الموضوع كله قايم على التغذيه بتاعتك. لو انت هتاكل كويس هو ده اللي هيحدد البروجرام بتاعك اللي هتمشي عليه. طيب بوش بول ليج زي ما قلت لك قبل كده ليه كام تريكايه. لو انت مشغول مش هتيجي كل يوم الجيم، او مثلا انت مليان شويه في نسبه دهون عاليه، تخين حبتين محتاج تخس، البوش بول ليج ممكن ينفعك. لكن انا في كل الاحوال بفضل كل يوم عضله، او على الاقل اتمرن 4 ايام والدراع اقسمه على عضلتين وخلاص. ايه الفرق بين التمرين تخطئ الدمبل والفراشه؟ يعني اسئله، فاهم، اسئله وجوديه قوي يعني. كيف بدأ الخلق يعني؟ مفيش فرق بينهم كبير، مفيش فرق، يعتبر مفيش فرق، الاتنين واحد. انا اقدر احسب سعراتي. احسن معادله نشتغل بيها اللي انا لسه قايل لك عليها، تضرب وزنك في 24، الرقم اللي هيطلع لك ده ده الكالوري اللي انت هتدخله في يوم راحتك. طيب لو انا بتمرن بشده متوسطه تضرب الرقم اللي بيطلع لك في 1.5. طب لو شده خفيفه 1.2. طب لو شده عاليه 1.8. عضلاتي بس دمبل اوزان خفيفه في البيت حافظ، تقدر تحافظ بس مش هتزيد يعني، فاهمني؟ مش هتزيد، مش هتعمل كتله عضليه كبيره، هتقدر تحافظ على شكل العضلات. وبالوزن الخفيف ده عد كتير، فهتزود معاك حاجه اسمها تحمل العضلات. ودي حاجه ميزه كويسه جدا، انك بتخلي عضلاتك قادره تشتغل لمده اطول. مش كل حاجه سترينث، مش كل حاجه قوه. في حاجه اسمها اندورنس برضو، التحمل هيفيدك جدا الموضوع ده. مش هيزود لك حجم العضلات، لكن هيخليك عندك تحمل اعلى بكتير، وهيخليك لما ترجع الجيم يبقى مستواك عالي جدا، وحافظت على نسبه كبيره جدا من العضلات، وتحافظ على البروتين في اكلك بس مش اكتر. التبادل بالدمبل بايسب بيستهدف انهي راس الطويله ولا القصيره؟ بص يا حبيبي، اي تمرين باي ايا كان هو فهو بيستهدف الراسين. طيب انهي بيستهدف الراس الطويله وانهي بيستهدف الراس القصيره؟ مش الواسع والضيق، الهبد بتاع الزمان ده نخلص منه. بيستهدف الراس الطويله، بترجع كوعك ورا كتفك، لان الراس الطويله بتاعتنا مربوطه فوق هنا كده في عند الاسكابولا، فانت عشان تشغلها لازم ترجع كوعك لورا. علشان تشغل القصيره طلع ايدك لقدام. لكن اي تمرين بيشغل الراسين بيركز على انهي، هترجع ورا تجيب الطويله، تطلع قدام تجيب القصيره. ده الوقت المناسب للتمرين يا كابتن، الصبح ولا بالليل، وقبل ما اكل ولا بعد ما اكل؟ بص يا بطل، بالنسبه للوقت صبح ولا ليل، الساعه البيولوجيه بتاعتنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان احنا نعمل الاكتف بتاعنا ونشاطنا اليومي الصبح. فطبعا الصبح ولا ليل؟ طبعا مفيش نقاش الصبح. إن قبل الاكل ولا بعد الاكل التمرين يعني يكون قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ والله انا يعني ممكن نمشي على اكتر من بلان. لو انت هتتمرن اول ما تصحى من النوم يستحسن ما تاكلش، روح على طول اتمرن لو تقدر طبعا. في الوقت ده جسمك هيضطر انه يحرق من الدهون المخزنه، طبعا بجانب الجليكوجين، طبعا مفيش نقاش في الموضوع دوت. لكن للاسف مش هيبقى فيه طاقه تتمرن. يعني انا مستحيل اعمل الحركه دي يعني انا اقلل الاكل لكن ما اتمرنش من غير ما اكل. لو انا في نص اليوم هتمرن الصبح، بس انا هكون صحيت بقى لي 3 4 ساعات، كده كده هفطر. يبقى ممكن تفطر وتروح بعد ما تفطر من ساعه ونص لساعتين، ده اقل حاجه لو هتروح بعد الاكل بساعه ونص ساعتين. يعني قبل الاكل الحلقه الوحيده اللي تروح فيها التمرين قبل ما تاكل خالص او ما تصحى من النوم، دي احسن حاجه. غير كده لا ما تروحش، غير كده بقى كل بعد ساعتين روح. عادي اخد مكملات وخصيصا الكرياتين سن 16 سنه؟ طبعا عادي، حتى لو بقول لك 18 سنه لا، هو 18 دي مجرد ارقام تسويقيه عادي.
لكن ما تاخدش مكملات ولا كرياتين غير لما تجيب احتياجك الكامل وتجيب اخرك من الاكل. بمعنى اتمرن اول حاجه 3 4 5 شهور باقوى، بافضل بلان عندك، بافضل بروجرام تمشي عليه، باعلى اكل، واظبط الجسم، اظبط الفورم، اوصل لاخرك، هات الليميت بتاعك. خلاص انا جسمي مش هيزيد عن كده تاني، انا جبت اخري، انا باكل كل الاكل اللي مطلوب مني، بلعب كل التمارين اللي اقدر عليها، وما بزيدش تاني. في الوقت ده مسموح لك تروح تاخد سبلمنتس، والكرياتين طبعا مفيش نقاش عليه، بوم. بالنسبه لعصير البقدونس وتنزيل الميه، احسن حاجه ولا ايه افضل حاجه من وجهه نظرك لتنزيل الميه؟ والله هقول لك على حاجه، يعني بالنسبه لعصير بقدونس دوت، يعني انا اعرفه من البيت يعني. يعني انا عرفته من البيت هنا كده، الحاج هو اللي بياخده كده يعني. فاي حاجه طبيعيه، اي حاجه من الارض زي ما بنقول، اخضر، حاجه خضراء، ورق اخضر، وحوار ان هم يغلوا البقدونس ويسيبوه وينقعوه وبعد كده يحطوه في الثلاجه ويشربوه، حاجه خضراء وغليناها وشربناها، اكيد مفيده، اكيد مفيده. وهل هي بتضر البول؟ بتضر البول، وبتنزل بول كميه كبيره، وبتغسل الكلى كويسه جدا، وسالت اكتر من دكتور فيها، الموضوع خرافي، خرافي بالنسبه للكلى، بينظفها جدا، وبيساعد في تنزيل الميه جدا. مظبوط. ولو انت برضو عايز تنزل ميه، دي حاجه تانية، رقم 2 يعني، ماشي اوكي، عصير بقدونس ده كويس جدا، واكتر من دكتور مأكد لي على الموضوع ده. تاني حاجه، اشرب ميه كتير. جسمنا عنده ترموستات، لما بيقرأ ان في ميه كتير داخلاله فما بيرضاش يعمل احتباس ميه. انا هعمل ليه احبس ليه ميه تحت الجلد او في العضلات وانا لا سوري، في العضلات طبعا مهم، انا بتكلم تحت الجلد. ليه احبس ميه تحت الجلد لو انا بيخش لي ميه كتير كل يوم؟ فانت تفضل اسبوع اسبوعين تشرب ميه كتير على مدار اليوم، جسمك يقرا ان في ميه كتير داخله، فيبدا يخش الحمام وينزل طبعا الملح، لان الملح الصوديوم عموما هو اللي بيخزن الميه. يبقى حاول تقلل صوديوم، اشرب ميه كتير، واشرب البقدونس دوت، خرافي. فعلا تمرينة الرجل بترفع هرمون التستوستيرون، طبعا بترفع هرمون التستوستيرون، مفيش نقاش في الموضوع ده، وبنسبه كبيره. كابتن، انهي بيساعد اكتر في تطور العضله، العدات الكتير او الوزن؟ ما هو انت قلت تطور عضله، انت ما حددتش سؤال. تطور عضله، تطور العضله ده ليه اكتر من حاجه. لو انت عايز قوه عضليه يبقى اوزان عاليه عدات قليله. طب انت عايز حجم عضلي، العب بوزن وسط عدات وسط، يعني من 8 ل 12 باوزان من 65 ل 75% من الاوزان اللي تقدر عليها. طب اللي انت عايز تحمل للعضله، بتلعب عدات كتير اوزان قليله. يبقى تطور العضله ليه 3 حاجات: قوه العضله، تحمل العضله، حجم العضله. حجم يبقى اوزان وسط وعدد وسط، فوق الوسط، مش وسط بمعنى وسط بالمعنى الحرفي مش 50%، لا، من 65 وانت طالع في الاوزان، والعدد يبقى من 8 ل 12. عايز قوه عضليه، قلل العدد خالص، خليه من 3 ل 6 واوزان عاليه. عايز بقى التحمل، انزل بالاوزان خالص ل 60 و55% و50% كمان، وعد كتير بقى، عد من 15 ل 25 وانت طالع، لا اخرك 25 طبعا. كل اسبوع حاجه، العب كل اسبوع حاجه، يعني اسبوع قوه، اسبوع ضخام، اسبوع تحمل، ولا ايه رايك؟ معظم الناس بتتكلم عن الموضوع دوت، اللي هو البروجرام ديزاين. انت اعمل اللي انت عايزه في البروجرام ديزاين، يعني انت قسم جدولك زي ما انت عايز. طبعا الموضوع ده بيبقى واقف على الكوتش بتاعك. طيب نصيحتي انا ايه في الموضوع دوت؟ ممكن لعدم شعورك بالملل تلعب اسبوعين اسبوعين اسبوعين. اسبوع ده ما بحسوش، يعني انا هلعب الاسبوع ده عشان ازود الباور بتاعي، الاسترنس بتاعي، اعلي القوه بتاعتي في مده اسبوع. طب انا الاسبوع اللي بعده هاجي اعمل تحمل، غيرت النمط تماما، انا ما حسيتوش. فلا، انا احب شهر شهر شهر. طب انا واحد بزهق، انت واحد بتزهق، حابب تغير كل شويه، يبقى العب اسبوعين اسبوعين اسبوعين. على الاقل الاسبوع الاولاني هتلعب على قوه عضلات معينه، هتيجي الاسبوع الثاني تلاقي القوه دي زادت بجد. لكن اسبوع انت بتهزر مع الجسم مش فاهم انت بتعمل ايه، انت بتلعب له باور ولا بتلعب سترينث ولا بتلعب اندورنس. لا، اسبوع دي لا، سيئه. ممكن، لكن بتفكيري الشخصي، رايي الشخصي، اسبوع ده مش كويس خالص.
ممكن اسبوعين، او برايي انا زي ما بعملها مع الشباب اللي معايا بلعب شهر شهر شهر. على فكره انت ممكن تضيف، وفي حاجات تانية بعملها اكتر بقى مع الناس اللي معايا لما بيكونوش هم هيكملوا. يعني في ناس تبقى جايه يا كوتش والله انا قدامي شهرين وهوقف لاي سبب إن كان، او انا جاي اتمرن شهرين بس، او داخل مع حضرتك شهرين برايفت، انا عايز تظبطني. بعمل ايه بقى في الفتره دي؟ بشوف جسمه محتاج ايه وادخله في النص التمارين. بمعنى هو دلوقتي محتاج يبني عضلات، هعمل معاه بناء العضلات. اجي له كل تمرينه احط له حته، يا اما تمرين سترينث، تمرين باور عالي احط له اوزان عاليه واقل في العدد تمرينه واحده، واليوم اللي بعده احط له تمرين تحمل عضلات. واللي انا عملته مع البنش المره دي اعمله العكس. يعني البنش المره دي لعبت معاه اوزان عاليه وعدد قليل، يعني بلعبه قوه صريحه. اجي المره الجايه في البنش العبه تحمل بعدد اكتر. تمام؟ ده لو انا مضغوط وما عنديش بقى رفاهيه كل شهر اقعد اغير الكلام ده.